يا مساء الورد والفل والياسمين، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده هنعمل من نص كيلو لحمه 13 رغيف حواوشي. هنخش بقى على الفيديو على طول ونصلي على سيدنا محمد ونشوف عملناه ازاي. جبت نص كيلو لحمه وكمان ده فول صويا. تمام، دول 3 معالق بس من فول الصويا، نقعتهم في ميه بارده عادي مش سخنه، ومعايا هريسه، ومعايا نص كيلو بصل وقرنين فلفل. نص كيلو دول عملوا 5 بصلات. والتوابل بقى بتاعتنا هنقولها واحنا بنحطها كده على اللحمه. ومعايا كمان ليا او اي دهن عندك. تمام، دي ليا اللي هي الضاني، بتخلي طعمه بصراحه تحفه. هنبتدي بقى نقطع البصل بتاعنا كده في الكبه. والناس اللي هتقول الفول الصويا غلط، تمام، الفول الصويا غلط لو احنا بنكتر منه او بنعمله على طول في الاكل، لكن هو مرة بس واحدة كده. وعايزة اقول لكم بيخلي طعم اللحمة في مكان تاني خالص. هبتدي بقى اخلط البصل بتاعي كده حبة حبة. تمام، هعمله كده قطع زي ما احنا شايفين، مش عايزاه مفروم قوي. هبتدي ان انا احط بقى البصل في طبق كده معايا او بولة. تمام، وزي ما قلنا الفول الصويا مش هيكون غلط لو احنا مش بنكتر منه او بنعمل منه على طول في الاكل، بس هو بصراحة بيخلي طعم اللحمة معايا جميل جدا. هبتدي بقى احط التوابل بتاعتي، توم باودر، وهحط بابريكا، وهحط كمان بصل باودر، وهحط شوية قرفة كده بتخلي طعم اللحمة معايا جميل، وفلفل اسود. تمام، زي ما احنا شايفين كده اهو. عايزه اقول لكم كان طعمه تحفه تحفه في منتهى الجمال. وهبتدي بقى احط الملح، ولو انت مش عندك التوابل دي كلها بتستكفي بالفلفل الاسود والملح وبهارات الحواوشي. هحط بقى 7 بهارات او بهارات مشكله، وهحط بقى معلقتين كده من بهارات الحواوشي، بتخلي ريحته وطعمه جميله جدا، بتتباع عند العطار عادي. وهحط كده معلقه كبيره من الهريسه، او زي بقى ما تحبي، يعني دي هريسه شطه حاميه. زي ما تحبي انت، عايزه تكتري في الهريسه عن كده مفيش مشكله. وهبتدي ان انا اقلب كل ده مع بعضه كده. بصوا بقى الريحة روعة روعة، جميلة جدا جدا، ريحته حلوة قوي. هبتدي بقى ان انا اقلب كده كل المكونات مع بعض كويس جدا. وطبعا مش هستكفى بالمعلقة، يعني اصل انا مش هعرف اعمل بالمعلقة، لا، اهم حاجة ان احنا نخلط كل المكونات كلها مع بعض كويس. صفيت بقى الفول الصويا، ولازم يبقى ايه ماسك بعضه كده، مش مهري في المية. تمام، عشان كده بقولك اعمليه بميه رطبه عادي من الحنفيه، مش ميه سخنه. هبتدي بقى ادعك كل ده كده مع بعض، وطبعا هنستخدم ايدينا في الخطوه دي. وبعدين بقى هبتدي احط اللحمه بتاعتي، وابتدي اخلط كل ده مع بعضه جدا كده كويس. عايزه اقول لكم طعمه كان جميل جميل، وريحته بقى كانت مفحفحه كده، ومفحفحه مفحفحه في قلب البيت. ابتديت بقى اللي انا اقلب كل ده كده. تمام تمام. بعدين بقى دلوقتي هنحط ايه؟ هنحط اللية بتاعتنا او اي دهن عندك، بس اللية دي بتخلي ريحته جميلة جدا جدا، وكمان بتخلي طعمه حلو، بتودي الحواوشي بتاعي في حتة تانية خالص. هقلب بقى كل ده كده وهحطه في التلاجة شوية. بس قبل ما احطه في التلاجة تعالي بقى اقولك هنحط ايه. دي بقى الحاجة بقى السحرية اللي هتخلي معانا اللحمة معانا متماسكة كده، وكمان منفوخة كده، ونعمل له بوتوكس. اهم حاجة ده ايه؟ ده بيكنج باودر. تمام، اهم حاجة البوتوكس. هبتدي ان انا اقلب كل ده كده مع بعضه كويس جدا جدا. اول ما احس ان هو اختلط كده مع بعضه كله، هحطه في التلاجة بقى شوية يريح. تمام، وبعدين بقى ايه، بصوا اهو جميل جدا، نحطه بقى في التلاجة، ونروح بقى نجيب العيش بتاعنا البلدي العادي ده اللي هو بوشيلن. بصوا جميل ازاي وكبير. بس طبعا هبتدي ان انا اقصه كده شوية، مني ان انا افتحه، ومني ان انا كمان اصغر الرغيف شوية لانه كبير جدا، عشان طبعا ده ايه، العيشة وشيل ان ربنا يخلينا بطاقة التموين. هبتدي بقى اللي انا اصغره كده او اقصه يعني. هعمل بقى العيش اللي انا هستخدمه. تمام، دول طلعوا 13 رغيف، وعايزه اقول لكم كانوا مليانين وحلوين ومقلبظين كده وكل حاجه. ابتدي اجيب الرغيف بقى معايا، واحط اللحمه بتاعتي كده. بصوا شايفين اللحمه ماسكه نفسها ازاي، جميله جدا. اللهم صل على سيدنا محمد، صلوا على سيدنا محمد واخبطوا اللايك عشان اللايك ما بيكهربش. هبتدي ان انا احط كده اللحمه بتاعتي، وطبعا بقى ايه، عايزه اقول لكم
كان رامي واقف جنبي فقال لي ايه ما تحط لنا فيها جبنه. طبعا ما عنديش جبنه موتزاريلا، قلت له طيب في شويه جبنه مبشوره كده رومي هاتها نحطها، جابها لي اهي. ربنا يخليه لي طبعا ويديه الصحه ويخليه لنا يا رب ويجعله سند وظهري لينا. جابها لي، حطيت بقى الجبنه كده، ابتديت اللي انا ايه ما كترش يعني، هي بس بتديله طعم وريحه جميله بصراحه. وعملت على قد ايه الرغيفه اللي عندي بالجبنه الرومي، وبعدين كملت الباقي من غير جبنه عادي جدا، بس هو بصراحه بطعم بالجبنه بيكون طعمه جميل جدا. هعمل بقى الرغيفه كلها كده بتاعتي تمام. وكده خلصت، عدوا معايا 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. خلاص كده خلاص، جبنا بقى صينية الفرن بتاعتي. وكمان عايزة اقول لكم احنا ما عملناش الكمية كلها، يعني سويت على قد ما هناكل عشان احنا بنحبه سخن، ولما بنحتاج بنسوي. طيب كمان لو انت عايزة تشيلي منه في الفريزر وهو معمول كده تمام، بتشيلي منه في الفريزر عادي، بتحطيه في كيس وبتحطيه في الفريزر، ووقت ما تعوزي تعمليه بتطلعي. انا هنا كنت بدور على الرغيفة اللي انا عاملاها بالجبنة، اعملها الاول وبعد كده الباقي ابقى اعمله بعدين. ابتديت بقى اللي انا اقلبه على وشه الاول وادهنه كله زيت زي ما احنا شايفين كده، وارجع تاني اقلبه على ظهره. وطبعا هيكون في زيت، ابتدي ان انا بقى ايه اوزع كده الزيت بالفرشه، طبعا مش بنكتر له زيت لان هو كمان فيليه فهي بتنزل الدهون بتاعتها كلها. إيه مش حابه ان انا اكتر فيه زيت عشان ما يبقاش كله زيت كده ويتعب لنا معدتنا. خلاص كده عملت انا بقى كمان 7 ترغيف. وكده بعد ما استوى شايفين بقى الجمال، سخن بقى ومفحفح وموحوح وايه جميل جدا جدا. اللهم صل على سيدنا محمد، صلوا على سيدنا محمد واخبطوا اللايك. وده بقى مخلي المشكل انا عاملاه في البيت، قرنبيط على جزر على لفت على خيار على فلفل كده يعني. بصوا بقى شكله، تعالوا بقى كمان لما اوريكم واحد وشوفوا بقى عامل ازاي، جميل جدا جدا. بصوا بقى الجمال، اللهم صل على سيدنا محمد، حاجة كده في منتهى الجمال. بصوا شايفين اللحمة عاملة ازاي جوه، قطع كده مش مفرفتة ولا اي حاجة. تعالوا بقى ندوق. روعة بجد، انا باكل منه دلوقتي، جميل. وده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، ولو عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب، والسلام عليكم.